السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشتركات المشتركين معي في فيديو حول التضخم، علاج التضخم، وصفة جديدة لعلاج هذا الإشكال، إشكال انتفاخ الغدة الدرقية أو الجواتر. من بين الأمور اللي تخلي الناس عندها تضخم الغدة الدرقية، وخاصة في البداية ما يعرفوش الأسباب، وهي فقدان سريع في الوزن مع شهية جيدة. إذا كان عندنا شهية ناكل ولكن الوزن ينقص فحذاري، ممكن يكون عندكم تضخم غدة درقية. وكذلك هناك جحوظ في العينين وهزلان وضعف الجسم وخفقان في القلب. إذا كان عندنا قلبنا يخفق بسرعة كبيرة ممكن يكون عندنا تضخم غدة درقية، وكذلك نتعرق كثيرا. وإذا حسينا بضيق في التنفس فمن بين أعراض تضخم الغدة الدرقية، وألم في الذراعين والفخذين أيضا. وكذلك إذا كان عندنا رعشة في اليدين وتبدلات تنظير للنساء المصابة بالغدة الدرقية. أسباب تضخم الغدة الدرقية منها فرط نشاط الغدة الدرقية في مجرى الدم، وكذلك العدوى. حذاري ثم حذاري، ممكن فيروس اللي يضخم الغدة الدرقية ينتقل من شخص إلى شخص مصاب إلى شخص سليم بسهولة، وذلك بضعف الجهاز المناعي للإنسان. لذلك لا داعي للاقتراب من الشخص المصاب، وعدم استخدام نفس الأدوات. إذا كان واحد عنده تضخم الغدة الدرقية ابتعدوا عنه. وأحيانا تضخم الغدة الدرقية يأتي لنقص أو حتى لزيادة نسبة اليود في الجسم. إذا كان اليود ناقص بصورة كبيرة أو زايد بصورة كبيرة فيؤدي ذلك إلى مشاكل في الغدة الدرقية أنها تنتفخ. الآن نتكلم على الوصفة الجيدة والرائعة، وهي نبتة الجرجير. كيف نستعمل الجرجير؟ الجرجير نأخذ قبضة يد من الجرجير ثم نطحنها جيدا، نصنع منها، ما نضيعوش هذاك الماء اللي فيها، ممكن نضعها في خرقة من نظيفة، يعني هذاك المحتوى نضعه في خرقة ونضعه على المنطقة المنتفخة، نخليه لمدة ربع ساعة، وهذا الأمر يعاد 10 أيام. ثم كذلك نأخذ شراب الجرجير. الجرجير جيد جدا، فيه معادن، فيه كبريت، وفيه كذلك مضادات للأكسدة. كل هذه الأمور من شأنها أنها تحاول أنها تحد وتنقص من تضخم الغدة الدرقية. إذا تضخمت الغدة الدرقية ضروري أننا نعطيها مضادات أكسدة. فالجرجير فيه خصائص قوية من هذا الباب اللي يخلينا أنه إن شاء الله نقصوا من هذا الأمر. هذا المشروب نشربوه، إذن نأخذ مشروب الجرجير، نعمل منه عصير، نأخذ ملعقتي أكل كبيرة. إذا جاكم قوي يعني مقدرتوش تستسيغوه فخلطوه مع نصف كوب من الماء. كل هذا الأمر كله نعيدوه لمدة 6 أسابيع، 6 أسابيع إن شاء الله. نحاولوا نعملوا عملية إيكوغرافيا أو أشعة باش نلاحظوا يعني هل فيه يعني تحسن أم لا. نشكر كل من وصل معايا حتى هذا المستوى من الفيديو. نحييكم تحية خالصة طيبة، ونقول لكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله، إلى وصفة أخرى جديدة وعنصر آخر جديد ليعالج تضخم الغدة الدرقية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.